اهلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده اقول لكم ازاي حولت الحته اللي ورايا للشكل الجميل ده. لو مهتمين بمحتوى الفيديو تابعوني للاخر، وما تنسوش تحطوا لايك لو عجبكم، ولو حبيتوا محتوى القناه عامه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. وبس يلا بينا نبدا الفيديو. شفت الصوره دي على بنترست وقررت اني اعمل حاجه زيها. بدات اني اجيب سكتش الرسم بتاعي عشان هبدا اني ارسم فراشات، فبدات اني ابحث عن اشكال فراشات على بنترست، وشفت الفراشه دي عجبتني جدا. لو مش حابين فكره انكم ترسموا الفراشات بنفسكم، ممكن تاخدوا اي صوره من على بنترست وتطبعوها. رسمت فراشتين كبار وباقي الفراشات كلها بالحجم الصغير. عشان الفراشات كلها تبقى بنفس الحجم رسمت فراشة وقصيتها، واستخدمت القلم الرصاص عشان احدد حواليها باقي الفراشات عشان كل الفراشات تبقى بنفس الحجم. بعد ما خلصت رسم الفراشات كلها قصيتهم وده شكلهم، هبدأ اني الونهم بالوان المية. لو مش متوفر عندكم الوان مية ممكن تستخدموا الوان خشب او الوان ماركر. بدأت اني ادخل الالوان ببعض، الازرق مع البينك وكمان مع الاورنج، وده شكلها حبيته جدا. وعشان ازيد تفاصيل الفراشة بدأت اني استخدم القلم التحديدي الاسود عشان اضيف التفاصيل بتاعتها. بعد ما خلصت كل تلوين الفراشات بدأت اني اخد كل فراشة واتنيها من النص كده عشان اديها شيب انها واقفة وطايرة. ده بيخلي شكلها احلى بكتير لما نيجي نلزقها على الحيطة، وكده بنكون عملنا الفراشات. عشان نجيب نفس ورق الكتب القديم ده عشان نلزقه على الحيطة، كان عندي رواية قديمة جدا وكان لون ورق الرواية كان لونه بني كده، ده من طبيعته. بدأت اني اقطع عدد معين من الورق عشان نلزقه على الحيطة، وبكده بنكون وفرناه. بعد كده هنعمل فرع اوراق الشجر اللي حرفيا عملت عنه فيديوهات كتير قوي في قناتي. الفيديو ده لو ما شفتوش روحوا شوفوه. عملت الفرع ده بالكروشيه، وحاليا هشتغل في فرع تاني بالكروشيه غير اللي انا كنت عاملاه في الفيديو ده خالص. فلو انتوا عايزين الطريقه بتاعته ممكن اقول لكم طريقته بالتفصيل في فيديو تاني عشان الفكره تبقى واضحه اكتر. هقول لكم الفكره عامه. بدات اني اعمل 4 أو 5 فروع تقريبا منفردين كده لوحدهم، وعلى جنب عملت عدد سلاسل معين تقريبا كانوا 300 سلسله عشان كل الفروع دي ابدا الزقها على السلاسل دي كلها. السلاسل دي عملتها كأنها حبل كده عشان ابدا اني الزق واربط كل الفروع دي في السلاسل دي بالطريقه زي ما انتم شايفين دلوقتي. بجد الفرع في الاخر كان شكله حلو قوي. هبدا بقى اني الزق كل الحاجات دي مع بعض. عشان الزق الورق على الحيطه هبدا اني استخدم لزق شفاف. دي الحته اللي انا عايزه اعمل لها ديكوريشن. بدات اني الزق الورق على شكل قلب زي ما كان موجود في الصوره باستخدام اللزق الشفاف او لزق السولوتيب، وده شكل الحيطه بعد ما لزقت الورق لوحده. هبدا اني الزق الفراشات. عشان احط الفراشات على الحيطه هبدا اني استخدم لزق الدبل فيس، ويستحسن الدبل فيس اللي بتستخدموه يكون قوي شويه عشان الفراشات ما تقعش. بدات اني بقى احط الفراشات بشكل عشوائي كده باي طريقه انتوا حابينها. بجد شكلها حلو قوي وعجبتني جدا، وهي كانها واقفه كده على الحيطه وكانها طايره على الورق. بجد شكلها تحفه قوي. وده شكل الحيطه بعد ما لزقت كل الفراشات على الورق، شكلها تحفه بجد. بعد كده هاخد الفرع اللي احنا عملناه وبدات اني الزقه من الجنب ده ومن الجنب التاني، وده الشكل النهائي للحيطه اللي احنا عملنا لها ديكوريشن باسهل وارخص الخامات بجد. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وبس. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.